يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إليك أيها القلب هذا الدواء النافع والإكسير الناجع. لن تنكسر بين يدي الله حتى تنكسر أولا في نفسك. إنسان إذا يدخل البعض هو يرى أناس ليس متعود أن يأتوا في الصف الأول، فيرى في نفسه أصلا أنه له حق أنه يكون في الصف الأول، أنا إمام، أنا شيخ، أنا داعية. حتى إذا أتى يوم الجمعة يستعظم أنه يصلي في الأخير، هو جاء متأخرا، ادفع ثمن تأخرك، اجلس محل ما وقف بك، لا تقول في فرجة. الفرج عندما تقام الصلاة تصبح الفرج. أما أن يتخطى الإنسان الرقاب ويظن أنه هو أهلا للصف الأول، أو ينتظر من المؤذن أو الإمام أن يحجز له مكانا، أو يأتي وهو مؤذن يقفل الجهاز بإصبع قدمه أو يفتحه بإصبع قدمه ويظن أن هذا ليس له علاقة بانكسار النفس، أو يأتي إلى مسجد الحرمين أو أحدهما أو إلى مسجد فيه محاضرة فيصد على الناس ويرى أن هذا مبرر، أنا الحمد لله جاي لمحاضرة. إن الذي دعاك لأن تحضر المحاضرة وهداك إليها أعطاك آداب أعظمها الانكسار بين يديه. والله إنك لو الواحد لا يتعالى على الله، لكن والله من مشية الرجل إلى المسجد تعرف هذا سينكسر في المسجد أو لا ينكسر، وتعرف هذا سيخشع أو لا يخشع. الدخول إلى هذه كل ما تناله من تبجيل لمكان، لأنك داعية، لأنك تأتي في القنوات، لأن أباك غني، لأنك أمير، لأنك ملك، لأن أيا كان سبب التبجيل الذي خارج المسجد اجعله خارج المسجد. أما هذه المواطن بيوت الله لا ينبغي لأحد أن يدخلها في قلبه ذرة من كبر. أن الإنسان عياذا بالله إذا تكبر وهو في بيت من بيوت الله، هذا متى يرزق التواضع؟ متى يرزق رقة قلب؟ متى يرزق لين؟ إذا كان الإنسان يجد في نفسه أنفة وهو يسمع القرآن، متى سيجد في نفسه رقة؟ متى سيجد في نفسه؟ نحن لا نقول إن من يصنع هذا متكبرون، معاذ الله، قد يكونون فعلها جهلا، فعلها نسيانا، لم يبلغ علمه أنها تؤثر. لكن الإنسان إذا دخل المساجد يحاول قدر الإمكان أن لا يؤذي أحد، أن لا يتحدث مع أحد إلا بمقدار ما ينفعه، بمقدار ما هو لازم. لكن هذه بيوت الله فيها يعظم الله، يذكر، يحمد، يجل. الله يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، إلى غيرها من الآيات. المقصود الإنسان من الخطوة التي يخرجها من بيت يشعر أنه عبد، والعبد ليس له إلا ما أراد سيده وأراد مولاه وأراد خالقه وأراد رازقه. يقع هذا أولا في قلبه، فإذا وقع في القلب جاوبته الجوارح فيدخل، وحتى لو ظلم في المسجد يسكت. دخل سالم بن عبد الله بن عمر البيت الحرام يطوف بالبيت، فجاءه عبد الملك بن مروان يريد أن يتقرب إليه، سالم معروف بالصلاح. قال يا سالم سلني حاجتك، هذا أمير المؤمنين. قال يا أمير المؤمنين والله إني أستحي من الله أن أسأل أحدا غيره وأنا في بيته، أنا في بيت الله تقول لي اسألني. فكتمها عبد الملك، فلما خرج قال له يا سالم خرجنا من المسجد سلني حاجتك. قال من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة؟ قال من أمر الدنيا. قال والله ما سألتها من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ في طريقك إلى الخشية اذكر الله أيها المؤمن في كل آن وحين. اذكر الله وأنت على مقعدك في الطائرة، اذكر الله وأنت في خلوتك في مسكنك أو في فندقك، اذكر الله وأنت مع أقرانك وخلطائك في مجلسك، اذكر الله وأنت غاد إلى بيت من بيوته، اذكر الله وأنت ترقى سلم بيتك، اذكر الله وأنت بين أبنائك وبناتك، اذكر الله في كل آن وحين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت. والله جل وعلا يقول: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ومن غلب عليه استماع الفواحش والالتفات إليها والاشتغال بها حرم من نعمة ذكر الله. ومن غلب عليه حب الله والرضا بدينه والمسارعة إلى مرضاته غلب عليه أن يذكر الله في كل آن وحين. وليعلم كل أحد أن ذكر الله حياة الضمائر وأنس السرائر وأقوى الذخائر. قال أصدق القائلين: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما آن لهذا القلب أن يجل ويرتدع؟ أما آن له أن يؤوب ويعود؟ أما آن له أن ينكسر بين يدي ربه وخالقه ومولاه؟ أما آن. والله لا يجعل القلب يجل ويرتدع إلا إيمانه بأن الآخرة حق وأنه سيقف بين يدي الله. وكلما كان الإنسان على يقين أنه سيقف بين يدي رب العالمين تغير حاله وتريث كثيرا قبل أن يقدم على أي عمل. أما الذي لم يقع في قلبه حقا لقاء الله ولم يبالي على أي حال يلقى الله فهذا فيه من المجازفة والمسابقة إلى ما حرم الله ما فيه، لأن الإيمان بالآخرة غير موجود في قلبه، مع أن الله قال لنبيه: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وأنت أولى الناس أن تذكر نفسك وأن ترقب اليوم الآخر. قال الله: كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه أي القرآن تذكره فمن شاء ذكره، أي أن القرآن لم يحل الله بينه وبين أحد. أخبر الله جل وعلا أنه لم يحدث أحدا عن القرآن، بل قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر. وقد دل القرآن جملة على أن من يقرأ القرآن لا يبقى على حاله، إما أن يزداد إيمانه وإما ينقص. قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهذا فقه للآية من بعض أهل العلم. قال ربنا: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، ثم قيد مشيئتهم بمشيئته. فالله جل وعلا لا يكون في خلقه إلا ما يريد، يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. قال جل ذكره: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فعلق الله جل وعلا حالهم بمشيئته، فهذا يجعلك تتوكل على ربك وتحسن الظن به وترجوه وتدعوه. ثم ذكر الله جل وعلا في حق ذاته العلية أمرين، قال: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. والمعنى: أنا رب لا رب غيري ولا إله سواه، فمن اتقاني ولم يشرك بي شيئا كان أهلا لأن أغفر له. من اتقاني ولم يشرك بي شيئا فأنا أهل لأن أغفر له. واعلم أنك لن تشرك بالله إلا إذا وفقك الله لذاك، ولن تنال المغفرة إلا إذا رحمك ربك ومولاك وأعطاك إياها. فالله وحده هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يقولون ورد أن داود عليه السلام كان إذا دعا ربه يقول: اللهم يا من يرزق النعاب في عشه. والنعاب